ندخلوا للتحضير. عندنا نص كيلو ديال الطحين، درت بالعاني مقادير قليله باش كلشي يديرها. شويه د الملح، قبيصه ديال الخميره، قبيصه. معلقه ما عمراتش صغيره ديال الخميره الكيميائيه، كاس تاع الزنجلان يكون مطحون مزيان مزيان، يعني تيتزيت باش ما يعذبناش. ومعلقه كبيره ديال النافع مغربله طبعا، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، راس معلقه من مسكر حره مطحونه مع شويه السكر. كنرملو مزيان، وكنضيفو معلقه صغيره ديال القرفه، وكاس نص زبده ونص الزيت. كنرملو هذا الخليط مزيان مزيان، وكنجيبوا واحد الكاس كنديروا فيه ربع كاس ديال الخل صفر بيضه، نسيت ما قلتهاش في الاول. تقدروا ديروا بيضه كامله، راه ما كيدير لك كشكوشه لا والو، راه ماشي منه الكشكوشه. ربع كاس تاع الخل كيف ما قلنا، وكنكملوا الكاس بماء الزهر، وكنديروا فيه واحد داك المكعب ديال الزعفران الحر. تقدروا اللي عندكم الزعفران الحر ديروا، راه كاس كيجي هو هذاك، ولكن كندير بشويه بشويه، حيت خاصها تكون عجينه قاصحه، ما تكونش رطبه بزاف. بهكا بشويه 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 حتى كنكمل داك الكاس، ولكن احتياطا ما بيتش نديرو كامل. ما كندلكوهاش بزاف، يعني ها كنديوها ونجيبوها نديوها وكنقطعوها. انا قطعتها ل5 القطع، تقدروا تقطعوها 4 على حساب اللي بغيتو. كنقطعوهم بهذا الشكل، ومن بعد كنديرو في واحد البلاستيكه وتسناو البارطو، لان الا درناه في فيديو واحد غنكون غير كنتفلى عليكم على راسي. اكسبلور. هيا معسله معلكه كلشي فيها. قربت نديرها لكم في فمكم. قربتها للكاميرا.